السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين شي وتسوسو. جبت لكم اليوم هذا العصير، عصير صحي مفيد ومغذي. بلا الليمون بلا برتقال، يعني الناس اللي ما كيبغوش الليمون كيدير لهم حرقة د المعدة وعندهم حساسية منه أو شي حاجة. هذا بلا ليمون صحي ومفيد كيف اللي قلت لكم، كينفعنا بحال هكا للفطور أو للسحور. مكوناته بسيطة جدًا، يعني غير مكلف ولا حتى شي، وكيجي مذاقه لذيذ ورائع. وحتى بالنسبة للناس السكر اللي ما بغاوش السكر، راه ما غاديش يضيفوا ليه السكر. راكم شفتوني أنا طحنته بلا سكر، يعني غير بهاد المكونات اللي فيه. بقاو معايا نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله، دائما حسب الأشخاص والكمية اللي بغيتو. أنا هنا عندي جوج د الخيزوات مقشرين ومغسولين، جوج تفاحات صغار، وعندي واحد دانون بنكهة الحامض. يعني يمكن ديروا أي نكهة بغيتو ديال دانون. إلا ما كاينش دانون يمكنكم تعوضوه بنص حامضة مثلا إلا كتبغيوها. عادي، يعني قشرتهم كي اللي قلت لكم، وقطعتهم مربعات صغار مكعبات هكا نفس الشيء للتفاح. غادي نديرهم في واحد الكاسرولة، غادي ندير ليهم شوية ديال الماء ونديرهم يطبخوا واحد شوية، يعني ضروري هاد المرحلة هادي كيطبخ لنا واحد شوية تقريبا غير واحد 5 دقايق، باش كيبقى داك الخيزولينة طري. والملمس ديالو يعني كيكون املس، ماشي بحال ملي كنطحنو هو اخضر. يعني نتوما كتشوفوا درتو انا في الكاسرونه، درت عليه تقريبا نص لتر ديال الماء. هاد الماء فاش غادي يطيب هو فاش غادي نطحنو، غنخليه حتى يبرد. ها نتوما كتشوفوا يعني هنا بعد 5 دقائق تقريبا او 6 بدا كيغلي. يعني صافي كيرطاب لينا هذاك الخيزو، ماشي كيبقى ملي كيبقى خضر وكنطحنوه في العصير، يعني كيبقى يجينا انه الملمس ديالو احرج. كان هاد الطريقه زوينه، يعني غير كيفيض واحد شويه، ضربوا واحد الفيضه وكنطفيو عليه، كنخليوه حتى كيبرد عاد كنطحنوه. هنا من بعد ما برد تماما، يعني كيبرد لينا، صافي انا غادي نديرو في واحد المولينيكس نطحنو. يعني راه كنمصر هذاك التفاح رطاب وهذاك الخيزو حتى هو رطاب. كنخوي هذيك الكميه اللي عندي كامل في كاس ديال المولينيكس. انا عندي هذا الكاس يعني صغير شوي، ما هزش ليا كله، يعني غندير تقريبا يعني بقى لي غير واحد شويه. زدت هنايا هذاك دانون، يعني الكأس ديال دانون كيف اللي قلت لكم، اي نكهه بغيتو راه كيجي زوين. دانون كيعطي واحد الخطوريه، واحد المذاق زوين. يعني اي نوع بغيتو، بنان، فريز، اللي بغيتو. صافي وغادي نطحن. هنايا من بعد ما طحنته وانتم كتشوفوا القوام ديالو، غادي نضيف هذيك الكميه اللي متبقيه، اللي كانت بقات ليا شويه مازال ما كملتهاش، غنزيدها حتى هي. وغادي نطحن الكل المره الثانيه. ومن بعد هذا راه كنخليوه حتى كيبرد. ملي كنطحنو كنديروه في الثلاجه حتى كيبرد، باش ما برد كيكون احسن وكيكون مذاقه زوين. ويعني كنعرفوا العصير كيبغون دائما نفضلوا ان يكون بارد، خصوصا بحال هذا اللي كيتسلق، يعني بحال الباربه او خيز او اي حاجه. طحنته عاوتاني هنا مزيان وصافي. غادي من بعد غادي نديروه في الثلاجه حتى كيبرد. هذاك غادي نقدمو هذيك الساعه، يعني يتشرب بارد. ها هو يعني القوام ديالو، يعني راه كيجي زوين، ماشي خاتر بزاف وماشي شي عصير اللي جاري. انا هنا راه كنبقى ليا واحد الكاس ديال الماء فاش طبخت هذاك التفاح والجزر، يعني ما ضيعتوش، راني زدتو عليهم. هنا هذه هي المرحلة الأخيرة ديال الفيديو. دوا العصير يعني ملي برد ودرتو في هاد القرعة هذه، راه جا واحد العصير اللي زوين بزاف ولذيذ. يعني كيف اللي قلت لكم القوام ديالو ماشي خاتر. انا شخصيا ما كنبغيش العصير خاتر، الا كان خاتر ضروري كنزيد ليه الماء. انا هنا يعني هذا هو القوام اللي بغيت فيه، يعني ما خاترش بزاف وماهوش جاري. كيف اللي قلت لكم راني ما ضفتش السكر نهائيا. يعني هذه الحلاوه اللي فيه راه مزيانه طبيعيه ديال دانون، لان دانون حلو مع خيزو مع التفاح، راه كيجي المذاق هو هذاك. كنتمنى الفكره ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوناش من اللايكات وشي تعليق والبارطاج، علاش لا، باش كتعم الفائده. واللي ما مشاركش معايا في القناه لاول مره يشوف الفيديو، ورك على هذاك الجرس الاحمر ودير ابوني، يعني تشتركوا معي في القناه كيبقى يوصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعه، وموعدنا في فيديو قادم، والى اللقاء.